بن كيران امين عام العداله والتنميه، هو امين عام حزب العداله والتنميه. العداله عندها امين ديالها والتنميه عندها امين ديالها. لا هو حزب والعداله وكون حزب سيوبي امين عام حزب يعني المعنى كان واضحا. انا سيوبي والامين ديال التنميه ان من العداله هو القاضي الذي يؤمن تطبيق القانون، وان التنميه شي واحد اخر، ولكن ما يقولكش انت امين عام العداله والتنميه، انت امين عام حزب العداله والتنميه. السي والله يجعل البركه. ايوا انا ما هذا شغلك، هذا شغلك السي. غير ما تدي اكثر من حقك. لا سيوبي الله يخليك الفكره سيوبي على المجتمع المغربي. سيوبي الله يخليك سيوبي انا ما قطعتك السي بن كيران، قلت اللي بغيتي. لا غير نختلف انا وياك وتقطع. الله يخليك سيوبي اش كتقول. ايوا اسكت وتفهمني. دابا تسكت سيوبي تفضل سيوبي. شحال قطع لي سيوبي ارجوك الفكره تفضل. ثانيا السي بن كيران تيقول بانه الشرعيه ديالو هو انه الجميع ساكنين والذي يتكلم. الا كنتي كتسمع لنفسك فقط بوحدك كتسمع لنفسك، اما الشعب المغربي راه كيسمع للجميع. وتحت مساكن كل واحد يعبر عن رايه، انما فقط كاين الازدواجيه. ونعطيك انا الازدواجيه ديال الحزب فين كاينه. قلت انكم ديمقراطيين مزيان، ولكن حيت جا الدستور تدخلتم وهددتم بانكم ستصوتون ضد الدستور اذا لم كذلك شككتم في مجموعه من الاحداث الوطنيه وقلتم بانه 20 فبراير اركانا قضيه ماي، وقلتم رغم ان المؤسسات الرسميه والمؤسسات القضائيه عطت الراي ديالها، قلتم كذا. اللي ملاحظ هو ان الازدواجيه كلما تحدثنا عن في نقدنا لمؤسسه حزب العداله والتنميه، اما كتقولوا بان الاسلام مهدد، اما كتقولوا بان هاد الناس هادو راه كيكذبوا على الملكيه. سنختلفوا معكم وما يمكن لكمش تقمعوا هذا اختلاف بدعوى انكم راه مزيانين مع الملكيه وانه راه الناس راه حنا معنا. حتى واحد ما قال لكم عندكم مشكل مع الملكيه. اللي تقال لكم عندكم مشكل في الخلاف السياسي الموجود داخل الشعب المغربي، اللي من حقهم يبداو برايهم مخالف رايكم السي بن كيران. صحيح. اللي هذا في هذه القضيه ديال الملكيه وحنا كندافعوا على الاسلام وان الشعب المغربي راه كيدافع على نفسه بالاسلام وكذا. الشعب المغربي صوت عليك وصوت على حزب الاتحاد الاشتراكي وصوت على الدوله الاشتراكيه وصوت، وما يمكنش تنكر هذه المساله هذه. انتم لا تمثلون 100% في المغرب. طيب. انتم تمثلون واحد القسط. سي وهبي خلينا نستمعوا. اعطيني غير خلينا نستمعوا للسي بن كيران في تعقيب على ما قلتم. بغيت نسول. نستمعوا للسي بن كيران في تعقيب على ما قاله السي وهبي. الله يخليك. عندي غير واحد الفكره. غادي نرجعوا للموضوع السي وهبي. حنا راه مازلنا نتكلم عن المرجعيه. لا غير بغيت نفتكروا في هذه قضيه النهضه اللي جابت قضيه النهضه قضيه النهضه سي وهبي ارجوك سي وهبي. انا ما غنسمعلكش لهذا الجواب، ما غنسولجوكش عليه لان غنتبع هذه السيده هي اللي كتحكم بيني وبينك. وهذيك راه قمعتيها. قلت لا عطوني دقيقه الله يخليكم. ماشي هي ما طلبتش منك تدافع عليها واخا. ارجوك سي وهبي راه سي وهبي يعني المغاربه ليسوا مهتمين نهائيا بهذا التجاذب الحوار بينكما. المغاربه يشاهدون هذه الحلقه حتى تكون لهم اجوبه مقنعه حول ما يحكيه لنا السي بن كيران في هذا البلاطو. الله يخليكم. حزب النهضه سنتكلم عنه في وقت لاحق. سي بن كيران تعقيب على ما قاله. طبعا هذا الاخ اتهمنا بالازدواجيه وقال اننا هددنا بالتصويت ضد الدستور. انا بغيت نسول واش من حق حزب العداله والتنميه يكون ضد الدستور ديمقراطيا او ليس من حقه؟ هل من حقه ان يعلن هذا الموقف من قبل او ليس من حقه؟ هل من حقنا ان نهدد بالتصويت بلا لا كبيرة عارضة إذا بدا لنا بأن هذا الدستور لا يمثل ما ندعو إليه؟ هذه هي الديمقراطية. أين هي الازدواجية؟ مشى قال لك لأننا شككنا في إحداث. واش المؤسسات الرسمية وزارة الداخلية أو وزارة العدل ما تقوله قرآن منزل؟ أليس من حقنا أن نشك؟ احنا عندنا مواقفنا كتبنى على ملاحظتنا، ومن الطبيعي انه اذا شفنا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك ان نشك. واقل شيء ان السي محمد بوزوبع الله يرحمه لما تكلم على الاحداث ديال 16 ماي قال بانه الناس اللي كانت عندهم صله بالاحداث ديال 16 ماي ما تجاوزوش 100 ديال الناس، ما وصلوش ل 100 ديال الناس الله يرحمه، وهذا الشيء راه مسجل. ولكن الناس اللي تعتقلوا على هذه الخلفيات 4000 واحد
علاش ما نشكوش؟ من هذا الذي يريد أن يصادر عنا حق الشك. من حقنا أن نشك، وحنا على كل حال معارضة. إن حنا ما ترناش الانتباه الأشياء اللي كنلاحظوا فيها اختلالات، شكون اللي غادي ينوب في هذا المجتمع على إطار الأشكال الأغلبية؟ ولهذا أنا كنستغرب لهذه الطريقة اللي كيفهم بها الأخ الديمقراطية، اللي اتهمنا بأن حنا كنقولوا كندافعوا على الإسلام، وهو قال لك أنا كندافع على الديمقراطية. اسمح لي الأخ الكريم، الديمقراطية كيدافعوا عليها الناس اللي ديمقراطيين، وانا ما تنقولكش انت ما كدافعش على الديمقراطيه، ولكن الشعب المغربي كيشوف بعينيه. اما حزب العداله والتنميه ملي تيقول باللي المغاربه تيشوفوه في المرايه تيلقاو راسهم، لانه كان جواب على الاخت اللي قالت لي باللي المغاربه اليوم خايفين. ما بغيت نعرف شكون هاد المغاربه اللي خايفين من العداله والتنميه، ولا كانوا المغاربه خايفين من العداله والتنميه علاش كيصوتوا عليه وكيجيبوه هو الاول في عدد اصوات الناخبين؟ طيب. 2007 جينا حنا الاولين باش تكون الامور واضحه، 2009 جينا حنا الاولين في المدن. اذا حنا واحد الحزب اصيل. واش كنمثلوا المغاربه كاملين؟ ابدا. انا اعترف هنا ان هنالك مغاربه كثيرون غير متفقين معنا، ولكن فورس دو كونستاتي بانه المغاربه اللي ملي كنا في 97 جبنا 9 ديال المقاعد في البرلمان واعترفوا لنا الناس اخرين باللي كان عندنا اكثر، وفي 2002 انتقلنا من 14 ل 42، في 2007 رغم كل ما وقع في تلك الانتخابات وصلنا ل 46، وفي 2009 ولينا احنا الحزب الاول في المدن في الانتخابات الجماعيه. كل هذا دليل على ان المغرب عنده شريحه مهمه كتجاوب معنا. هذه الشريحه هي اللي كنمثلوا. سي منكر، احنا الان كنحاولوا نناقشوا المرجعيه ونوقفوا عند التناقض. سي منصف، عندك سؤال في هذا الموضوع؟ أريد العوده الى مساله العولمه. أعطيت المثال بحزب العدالة والتنمية في تركيا. هذا الحزب مر بعدة مراحل من أجل الوصول إلى الحكم، كان الفضيلة وكان الرفاه الإسلامي ثم العدالة والتنمية، صودر منعت قياداته، ولكنه انتظر دوره للوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، ولما وصل إلى الحكم لم يتنكر للعولمة، وما زالت تركيا تعيش كدولة بنظام العولمة، ولم يرفع شعار أسلمت الدولة التركية. لم نسمع أبدا أن العدالة والتنمية التركي رفع هذا الشعار، في حين نرى العدالة والتنمية المغربي يرفع شعار أسلمت الدولة، بالرغم من أن الدستور كما ذكرت منذ قليل ينص على أن المغرب دولة إسلامية. أول قبل كل شيء أستاذ منصف، العولمة قال لهم فيديل كاسترو اللي كان اليوم ضد العولمة كمن كان ضد الجاذبية. العولمة قدر اليوم لا يمكنك أن تعيش وحدك وتحصن نفسك وتدعي أنك ستنغلق على العالم. إن هذه القضية هذه خصها تكون واضحة. أقصد بالعلمانية يا أستاذ. لا، العولمة هي الجلوباليزاسيون. لا تحدثنا عن علمانية. أعتذر. أنا كتبت العولمة. لا، العلمانية. دابا دونك تقصد العلمانية. طيب العلمانية أستاذ منصف أستاذ منصف اسمح لي، يعني يا أستاذ منصف، العلمانية تركيا تبنتها في 23 وعملت واحد التحول طويل وجربات العلمانيين، وجا السي أربكان ودار حزب الفضيلة والسعادة والنهضة يمكن إلى آخره إلى آخره، ووصلت تركيا للهاوية في 2000 كانت على حافة الانهيار بحال اليونان الآن أو أكثر. والأتراك صوتوا على واحد الحزب المرجعية ديالو إسلامية. القانون يمنع في تركيا يمنع أن تقول الإسلام أو تقول الدولة الإسلامية أو تقول نظام إسلامي، فكانوا يسمونه النظام القرآني لأن هذا غير ممنوع. وجاءوا إلى الحكم وجاءوا بما ينتظر المواطنون في كل الدول الإسلامية. لم يأتوا بإشكاليات دينية، واش صليتي ولا ما صليتيش، ولا صمتي ولا ما صمتيش، ولا لبستي الحجاب ولا حيدتيه. جابوا بإشكاليات لمعالجة مبدأ العدل، لمعالجة القانون، لمعالجة الحريات العامة، لمعالجة حماية المواطنين، لمعالجة تشجيع الاستثمار. وهذا الذي نريده نحن في بلادنا. ولكن ما جايينش أسلمت الدولة. أنا أسلمت الدولة إلا لقيتي هذه الكلمة ديال أسلمت الدولة في الوثائق ديالنا، أنا ما عمرني لقيتها. علاش ما نحتاجوش نأسلموا الدولة؟ الدولة إسلامية يا عباد الله. واش واحد الحاجة إسلامية غتأسلمها؟ كيف غدير لها؟
هي إسلامية في الأصل. أسلمت الدولة الأخ، هذه شعار ديال الإخوان المسلمين في الشرق، وهذا هو المشكل، هو أنه كل شيء الناس كيخلطوا كل شيء، غير تيشوفوا شي واحد دار شوية اللحية تيقولوا هذا من الإخوان المسلمين. وأنا أقول لك، أنا المدرسة ديال الإخوان المسلمين من الناحية النظرية هي اللي كانت في الأصل ديال الدراسة ديالنا، ولكن حنا درنا التطور ديالنا خاص بنا، ولا تربطنا أي صلة تنظيمية أو عملية بالإخوان المسلمين إلا لما كنتلاقاو في المؤتمرات بحال اللي كنتلاقاو بكافة مخلوقات الله. ولهذا اليوم حزب العدالة والتنمية مشكلته هي التنمية، هي العدالة. كيف نعيد لهذا المجتمع عدالته حتى لا يتكسر التوازن، وكيف ننمي هذا المجتمع. أما الإسلام فهو مسلم والحمد لله. سي بن كيران، نستمعوا غير التعقيب للسي سعيد. أنا سؤالي غادي مساء الخير سي بن كيران، غنعود النقطة اللي كتعلق بازدواجية الخطاب. أنا هذا السؤال اللي كيخليني نطرحه هو أني كنعرف الناس اللي تشهد لهم، يعني يشهد لهم بالاستقامة الدينية وحتى في المعاملات، وناس اللي عندهم رأي مخالف زعما جدا الرأي ديالكم، اللي كيقولوا عليكم بأنكم كتستعملوا الدين باش توصلوا للسلطة. هو اللي بغينا نعرفوا شنو هو الصحيح، واش نتوما كتغيروا الخطاب ديالكم اللي بزاف ديال الناس كيعتبروه حربائي او مزدواج، ولا المبادئ ديالكم شنو هو الصحيح في هادو بجوج؟ يعني بغيناك تكون صادق مع نفسك وتقول لنا شكون هو الصحيح، لان الناس كيقولوا خطاب زوين ولكن الباطن ديالو مخيف بطبيعه الحال، هم ولكن كاين توجس. يجيبوا شي سكين ويشقوا على الصدر ديالي ويشوفوا شنو فيه، وهذا اللي بقى لي. لانه الانسان الا كنتي كتسولو كيجاوبك، النهار اللي تلقى شي حجه قول له ها انت كتقول امور ماشي صحيحه. اما انا كنقول للعالم كله عباد الله، انا دخلت للسياسه باش نعالج الاشكاليات اللي واحدين فيها المغاربه، باش نحاول، ماشي غنعالج بوحدي وماشي ضروري غادي ننجح، ولكن غنحاول نعالج الاشكاليه ديال التعليم، نعالج الاشكاليه ديال السكن، نعالج الاشكاليه ديال القضاء، نعالج الاشكاليه ديال الصحه، نعالج الاشكاليه ديال الشغل، نعالج هذا الشيء، نعالج الثقافه اللي ترسبات في 50 سنه 50 سنه اللي مشينا في المنطق ديال التحكم في المجتمع، واللي جبنا ناس يحكموا مقابل الاستفاده الماديه، واللي ولا الحكم وسيله للاطراء، واللي حتى الناس اللي جاوا باش يصلحوا عياو ما يحاولوا ما قدروش يغيروا هذه الثقافه، واللي وصلتنا الازمات. ملي كنقول لهم انا راني باغي، تيقول لك انت الله اعلم شنو باغي، انت باغي تمشي للعيالات دير لهم الحجاب بزز، انت باغي تبدا تجري مورا المواطنين تقلبهم واش شاربين ولا ما شاربينش. اسيدي هذا الشيء انا كنقول لكم ماشي شغلي. ونقول لك الاستاذ الكريم، في مجال الحريات لا يمكنك ان تتراجع الى الوراء. تدخلتي لعالم اخر. سي بن كيران، كان حزب العداله والتنميه بغى يخسر، سي بن كيران هو يقول للناس انا جاي باش ندخل لكم في حياتكم الشخصيه، وجاي باش نلزمكم بسلوك معين، وجاي هادوك. حنايا نقول لك بكل صراحه، حنا ماشي تقليديين وماشي تقليدانيين. سي بن كيران، حنا ناس جينا نحاولوا نحلوا المشاكل ديال المغاربه، اما الحمد لله المغاربه راه مدينين بطبيعتهم. اريد تعليقا على جمله قالها صلاح الدين مزوار، قال عنكم انتم باغيين ترجعونا للقرون الوسطى، ويتهمكم بمعاداة التعددية السياسية، ويتهمكم بخرق حقوق الإنسان، ويتهمكم أيضا بشرعنة الفتاوى الظلامية الرجعية. ماذا تردون على صلاح الدين مزوار؟ وهذا باش غنقول لك الاخت، جا شي واحد قال لك، واحد الدري قال لي الاستاذ بن قزل عمر بن الخطاب، قال لي والله استاذ مانا، واحد الانسان جا تيقول لك انت باغي تردنا للقرون الوسطى وانتم بغيتوا، اش غتقول ليه؟ غنقول ليه شوف السي مزوار، الا بغيتي تحارب العداله والتنميه قلب على شي حاجه اخرى. انت كتحكم، والناس اللي كيشبهوا لك هذه 50 عام هذا المغرب، شوفوا فين وصلتونا. واليوم حنا غاديين للانتخابات اللي من الراجح ما غتعطيكش المرتبه اللي كتحلم بها ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب، ولهذا باش تحارب العداله والتنميه قلب على شي طرق اخرى. سي بن كيران، قبل ما ما بغيتش نقول حاجه اخرى، راكي عارفه، عرفتي شكون اللي كان اليوم خصو يجي يحضر معايا؟ فهمنا عرفتي شكون اللي كان خصو يجي يحضر؟ فهمنا الجمله. سي بن كيران فهمنا الجمله. اريد في جمله. الخمسه قالوا لي عاد جابوك. الله يخليك سي بن كيران. سي بن كيران الله يخليك. ما الضامن سي بن كيران، ما الضامن اليوم لا غير سمحتي، ان الحزب لا سمحتي يقول لي جابوك، اسمح لي يقول لي جابوك سي بن كيران. لا اسمح لك، لا اسمح لي، لا اسمح لي، من حق سي بن كيران يقول اللي بغى. لا ولكن انت من حق سي بن كيران يقول اللي بغى،
ولكن الانسان من حقه اطلاقا انه يتهجم على الناس اولا. ثانيا بغى يدير الدعايه الانتخابيه هذا حقه. لا سي من ولكن اسمح لي ولكن ما يبقاش يشيطن الناس او يعطيهم يسخرهم. انا ما كيجيبني حد، انا مخلوق من الله والله سي نحن في وما كتملكش شرعيه انت باش تقول هذا جابوه لا هذا ما جابوه. ما عنديش شرعيه ما انت نعطيك. يمكن يقول لي جابوك رئيس حزب ولكن انا ما جابوش. انا جابتني الاصوات. انا ما عرفتش جابك رئيس حزب ولكن انا ما جابوش. ارجوكم انا كنعرف دكتور الخطيب الله يوليه برحمه الله وما عرفت كيفاش جابك هذاك شغلت معاه. سي وبي الله يخليك سي وبي. ما نرجعوش للتاريخ. هذا حوار تلفزي وسي بن لا نحن هنا لنناقش سي بن كيران وليس ليقوم بحملته الانتخابيه اللي مازال ما بداتش. ما الضامن ان الحزب لن يجنح الى التطرف اليوم؟ استاذه شتي الحزب اذا جنح الى التطرف اقولها ليه بالفرنسيه طومبي بور لوي، ما غيبقاش يعرفوا حتى شي واحد ولا يعقل عليه. المغاربه كيكرهوا التطرف في طبيعتهم. المغاربه كيبغيو الاعتدال من النهار اللي خلقهم الله وهما مجتمعين على هذا الاساس، ولا شي واحد تطرف طبيعيا كيلقى راسو في الهامش ديال المجتمع. راه كاين اليوم ناس اللي مش كانوا في السجن سنوات طويله وملي خرجوا اعترفوا قالوا ودي حنا كنا متطرفين وكنا غالطين، واليوم راه حنايا كنراجعوا. الا بغيتي تندمج مع المغاربه ديال اليوم خاصك تندمج معهم بطريقه معتدله. يمكن المغاربه يحترموك، انت بغيتي دير اللحيه ما يقولوكش لا، المراه بغات دير الحجاب ما غاديش يقولوا لها لا، فهمتي ولا؟ واخا بعض المرات المحجبات كيتمنعوا من حقوقهم الطبيعيه. وما بغيتش نقول شنو هو المثال اللي في راسي. لكن باش تجي انت لا قلنا سي بن كيران المثال، لا قلنا ارجوك المثال. ايوا شيء مؤسف لانه ملي جيت لهنايا بعض السيدات قالوا لي ودي راه حنا تمنعنا لانه وحده فينا لابسه الحجاب والاخرين لابسين الجلابه. لا الكلام هذا غير صحيح. الحمد لله انه الان غير صحيح لانهم دخلوا الحمد لله. هذا الكلام غير صحيح سي بن كيران. الحديث عن الايديولوجيا لا انا بغيت نعرف الناس بغاو يعرفوا يعني لا داعي لارسال انا ملي جيت راهم جالسين معنا الان وتيتصل